بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم إخواني في الحلقة 92 من شرح أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تخريج الإمامين العظيمين بخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث 92 يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. العناوين مقترحة لهذا الحديث: تكفير الخطايا، أو كلمات منجيات، أو بركات التسبيح والحمد. الكلمات الغريبة لهذا الحديث: زبد البحر، أو هو ما يعلو الماء وغيره من الرغوة عند غليانه أو سرعة حركته. أبرز القيم لهذا الحديث: قيمة التسبيح لله وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه وحمده والثناء عليه. ثانيا، قيمة الرغبة والشوق لمحو الذنوب وتكفير الخطايا. ثالثا، قيمة الثقة بوعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الزهد بنصائحه ووصاياه صلى الله عليه وسلم. الأساليب النبوية لهذا الحديث: أسلوب الترغيب في الشيء الحسن ببيان كونه كفارة للذنوب. ثانيا، أسلوب الإطلاق والتعميم دون تحديد لنوع الذنوب. ثالثا، أسلوب التشبيه للذنوب على كثرتها بزبد البحر الذي لا يمكن جمعه وإحصاءه. رابعا، أسلوب التكرار للأذكار لتمكين قيمتها ومعناها وثمرتها في النفوس. الشرح المختصر لهذا الحديث: يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب على مصراعيه لمن أراد أن يتوب إلى الله تعالى ويتخلص من ذنوبه التي أنهكته، وذلك من خلال عمل من أعمال اللسان الخفيفة، ألا وهي التسبيح والتحميد لله تعالى. والصحيح أن الجامع بين هذه الكلمات وبين كونها كفارات وهو أن العاصي قد استهان بعظمة الله وقدرته، وغفل عن كونه يعصي ربه في نعمته، ولأجل ذلك يطلب منه أن يقر بعظمة الله تعالى، وأن يحمده على مرات ومرات حتى تستقر معاني العظمة الإلهية وآثار الحمد على النعمة الربانية في النفس. عندئذ لا حاجة لله في تعذيبه. وصدق الله حين قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري: وذكر ابن بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام، وليس من أصرار على شهوته وانتهاكه لدين الله تعالى وحرمته بلا حق، بالأفضل المطهرين. وفي ذلك يشهد له قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نراكم في الدرس القادم بإذنه تعالى.